السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا موضوع يتعلق باستقالة وليد الركراكي، ثم غادي نشوفوا موضوع آخر كيتعلق بحملة لطرد المغنية الجزائرية نوال مدني وفضائح منتخب السنغال التي لا تنتهي. غادي نشوفوا فضيحة اللاعب إبراهيم مباي ورئيس اتحاد السنغال، ثم اخيرا غادي ننهيوها بواحد الفيديو اللي كيتعلق بالجاره الجزائر واللي بغاو يقلدوا المغرب ولكن ما عرفوش. خليكم معايا حتى الاخير الفيديو، ما تنساوش انكم تبارطاجيو. اذا بالنسبه للخبر اللي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل كيتكلم غير على الاستقاله ديال وليد الركراكي وانه ما دار والو. علاش؟ لانه يعني المنتخب ما فاش بداك الكاس، ولكن خلوني نقول لكم بانه المنتخب راه كنعتبروه فائز لان الكل تيقول بانه فاز، ولكن الكاس راه هو التسرق. يعني حنا عارفين دابا البيرو غطاو، حنا تنفضحوا يوميا، تنفضحوا المنتخب ديال السنغال واشنو داروا يعني، وكنكتشفوا يوميا معكم اشنو وقع بالضبط في ذاك النهار فاش هما انسحبوا. يعني ان الامور كانت مخدومه من قبل ومازال كاينه دلائل اخرى اللي هي اكثر من داكشي اللي دوزناه غادي تشوفوها اليوم يعني بالصوت والصوره. لذلك الله يخليكم بغيتكم ترفعوا هاشتاغ كلنا وليد الركراكي، لان وليد الركراكي راه وصل المنتخب حتى النهائي، ولكن راه ماشي طاحت السمعه على الحجام. يعني كاينه مؤامره مدبره، وليد الركراكي ما عنده يد فيها. باش ما نبقاوش نخلطوا الامور، وليد الركراكي خدم. شوفوا غير الوجه ديال وليد الركراكي كيفاش كان، راه الله يحسن العون. فوالا دونك بغيتكم ترفعوا الله يخليكم هاشتاغ كلنا وليد الركراكي وتبارطاجيو. دابا غادي نمشيو نشوفوا ديك القرده هذه المغنيه الجزائريه نوال مدني. قال لك اسيدي جايه تغني في مسرح محمد الخامس بالرباط نهار 2 ابريل في شهر 4 جايه، وباغيه يستقبلوها المغاربه ويرحبوا بها وكأن شيئا لم يكن. غير انه خاصكم تعرفوا بان هذه السيده هذه راه هي اساءت للمراه المغربيه، اعتبرت ان المراه المغربيه بانها مشعوذه، بانها سحاره. نساو هما السحر اللي عندهم لدابا تيستعملوه عادي عندهم في شي اماكن، نساو. ولكن تتكلم على ان المراه المغربيه يعني لصقات لها هذيك القضيه ديال انها سحاره ومشعوذه. لذلك فاحنا هاد السيده هذه ما طلقش لينا، احنا اللي كيمس المرأة المغربية، اللي كيمس الرجل المغربي، اللي كيمس المغرب، اللي كيمس المؤسسات، فاحنا ما عندنا ما نديرو به. شوف هما صحافة ما خلاوش يدخل، مصور ديال الجيش الملكي ما خلاوش يدخل. وكيفاش حنايا؟ واش حنايا وكالة من غير بواب؟ شكون؟ بغيت نعرف انايا شكون اللي كيفتح الباب لهاد الناس، بغيت نعرف شكون اللي كيعطيهم الاذن انهم يجيو ويغنيو الوغ كو المغاربه ما قابلينش. المغاربه ما قابلينش، حنا كنقلوا صوت المغاربه ما قابلينش ان هاد السيده هذه تجي وتغني. سالات الهضره. دابا غادي نمشيو نشوفوا الفضيحه ديال منتخب السنغال. غادي نشوفوا الفضيحه ديال اللاعب بعد ابراهيم مباي. هاد اللاعب هذا اشنو طرا؟ شوفوا الصوره غادي توريكم. شوفوا التعليق اللي مكتوب ومولاه تيضحك. مولاه شنو كتب؟ دونك لوي il est en plein match et il me répond. زعما هو في الماتش وكيجاوبني. شنو وقع؟ ان هاد ابراهيم وقت الانسحاب مشى سيدي الفيستيار جالس تيسنابي. اشنو كتب؟ بيس اون سفي فولي، حنا تسرقنا قال لك اسيدي. هذه فلاش غادي تخلي واحد المقال اللي هي فضحاته وكتبات ابراهيم باي رياجي سور سناب شات دوبي لي فيستيار او مومون او لي جوار سينيغالي اون كيتي لو تيران. يعني ان ابراهيم تيغياجي في الوقيته اللي اللعابه خرجوا وانسحبوا من التيران، مشى هو خدام على مواقع التواصل الاجتماعي. غير هذه بوحدها راه اللي عاودتي عليه راه غيضحك، غيشبع ضحك وغيقول لك هادشي هذا راه ما يمكنش، وهذه راه مؤامره ومدبره ومقاده ومصاوبه ومطبوخه ومطبخات قبل. دابا ارى ليا غادي نجيو نشوفوا الفضيحه الكبيره ديال يعني الذي علمهم السحر اللي هو رئيس الاتحاد. سمعوا دابا هذا راه فيديو وتعمد انه يتكلم باللغه ديالهم اللي هي ما تيفهموها غير هما، ولكن موجود الخير وموجود اللي غادي يترجم. سمعوا اشنو قال. بن اسبيرك لانيو
xam ne mënuñ ci woon am solution mooy arbitre bi parce que arbitre bi 2 jours avant waroon nañ xam kan mooy arbitrer match bi parce que waroon nañ ko annoncer en commission technique posé nañ leen ne leen mais kan mooy arbitrer match yi ñu ne amaguñ ci information parce que dafa am ay délais yoo xamee ni moom nga am pour nga récuser nga bañ arbitre bi su fekkee ni doyu la mais ci veille match bi à 22h la ñu defal la notification après Ablaye woo leen bi mu leen wooyee ñu ne ko non dañ bëggoon protéger arbitre bi parce que bëgguñu am ay pression sur moom mais en réalité ñun xam nañ li xew parce que tey biñ ko notifié ñun mënatuñ ko dindi mënatuñ ko rejeter waa ji lu mu def mënatoo si dara mais gis nga ci biir match bi fekk na ñun on avait préparé la lettre de protestation et de récusation xam nga man fu ma nekk maa ngi ak mes portables je travaille tout le temps Ablaye mu ngi nii ci biir match bi on a envoyé la lettre de récusation à la CAF Ablaye moo ko envoyé mu ngi nii et boobu ñu ngi au stade c'est-à-dire pour vous dire que tout le temps ñu ngi veillé gis nga jamais benn pays musul opposé autant au Maroc parce que ñoom ñoo yore la vice-présidence de la CAF ñoom ñoo yore les moyens ñoom ñoo téye la CAF qu'on se dise la vérité yenn pays ñemewuñ leen kenn ñemewul peut-être jël position contre ñoom mais man sama xarit la on est très liés sama wóolare mais am na loo xam ne ni duñ ko négocier duñ ci transiger et loolu moo tax peut-être ñu agsi fii. إذا كيف سمعتوا كيهضر معاهم على قضية الحكم تيتعاودوا على قضية الحكم أنه الحكم بغاو يعرفوا شكون هو قبل المباراة غير أنه الكاف ارتأت أنها تعطل شوية الخبر علاش خوفا على الحكم لأنه المباراة النهائية تكون صعيبة خافوا على الحكم ورا داكشي اللي خافوا منه هو اللي كان فعلا عندهم الحق أنهم يفكروا في هذه القضية هذه هذاك نفس اللاعب اللي أشك فيه هو اللي كيرسل قال لك وجدوا هما رسالة ديال الاحتجاج وجدوها مصاوبه مقاده هادشي قبل الماتش هما كيطبخوا هادشي علاش قال لك حقا حيتاش القجع عنده يد يعني داخل الكاف اذا فالحكم راه هو مشري وانهم لاعبين لعبتهم هادشي علينا حنايا كمغاربه اذا فهنا تيتبين بانهم جايين موجدين انهم يبلبلوها جايين موجدين انهم داك الكاس غيديوه صحه يعني لا لقاو اللعابه المغاربه لقاوهم واعرين غادي يديوه يا مطايفه يا مضاقه المهم داك الكاس ما يبقاش في الرباط وربي كبير وداكشي اللي داروا وها هو يوم بعد يوم تخرجوا يعني تسريبات كتوضح بانه هاد الناس راهم من قبل موجدين الخطه ديالهم وتآمروا على المغرب وداك الكاس قالوا ديالنا وما يحيدوا لينا حتى واحد وهذه هي النتيجة اللي وصلوا لها للأسف الشديد. اش قضانا حنا ان القجع راه هو يعني عضو في الكاف اش قضانا هادشي كامل هاد المغرب اللي ديما تيتكلموا عليه انه داير الكولاسه والى اخره وخصوصا هاد الكراغله اللي تيتكلموا على هادشي هذا من قبل حتى الكان فينا هو هادشي واش بان علينا ها حنايا دابا جاو لينا حتى العقر دارنا وسرقوا منا الكأس وذهبوا لحال سبيلهم ونحن كنتقاتلوا واش فهمتوا دابا ولا ما فهمتوش المهم غادي نمشيو نشوفوا القضيه ديال هكا باش تضحكوا شي شويه لانه هذا الموضوع هذا صراحه راه طلع علينا الدم ايوا سيدي قال لك تبون وغاتا هما بغاو يفرحوا حتى هما يديروا بحال المغرب ايوا شوف اسيدي شو اللون خلاها جزائري قال لك على القهوه عندهم الله يستر ما كايناش شي الوان زاهيه باهيه هذا راه باغيين قال لك يدشنوا شي بيسين هذا غير مسبح باغيين يدشنوه ايوا شوف اسيدي ونهار كله هما كيتباوسوا ما شلنا والو كنسمعوا الطبل والغيطه وداكشي ولكن ما شلنا والو شي حاجه زاهيه وباهيه ما كاين والو ما كاين غير التسلام والوجه ارى لي حنا في المغرب تبارك الله والصلاة على النبي شوفوا الافتتاح ديال الملعب ديال الهوكي ملعب ماشي ديال ديال الهوكي هذاك ملعب بعيد عليهم بزاف شوفوا يعني من الطراز العالي شي حاجه اللي هي صراحه رائعه جدا انك غير تتفرج وتشوف راك تستمتع راك يعني كتهز لواحد العالم واحد اخر كتنسى روحك تنسى حياتك كامله تنساها وانت كتفرج مع ديك الموسيقى شي حاجه اللي هي طوب ديال الطوب ويبقى المغرب
سيدوهم ويديروا اللي بغاو، ولكن المغرب واعر عليهم. تحياتي.